السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معكم اليوم شوربة الشوفان بالطماطم، طريقة سهلة وسريعة. هنا شوحت الدجاج لحاله بدون زيت مع الماجي. دائما شوربة الدجاج أحط فيها ماجي. هنا حطيت عليها الموية الحارة وخليها يعني كذا تغلي لما أخلص الشوفان. طبعا الشوفان أحطه في الخلاط. هنا عندي الشوفان أحطه في الخلاط الكاس وأحط عليه موية تكون دافية يعني. هذه الموية ساعات أسويها بالحليب، أحط مع الشوفان حليب وأطحنه بالطاحونة، بعدين أحطه على الدجاج. بس هالمرة حبيتها بالطماطم. هنا أضفت الطماطم المفرزان مع البصل والثوم للدجاج، وهنا أضفت الشوفان بس للأسف ما تصورت اللقطة، فرجعت زدت شوفان وخلاص كذا خليه يغلي لحد ما يستوي. وعلينا إن شاء الله وعليكم بألف عافية يا رب، وأحلى شوربة. شوي كذا وخلاص نطفي عليها النار. هنا عندي القيمات العلالي، حطيت الطحين في الزبدية وحطيت عليه المغلف حق الخميرة الفورية، وهنا أحط عليه موية دافية يعني ما تكون أبدا باردة. هنا أحط أزيدها وأحطها عليه يعني 2.5 كاس، بس ساعات ما أحتاج ل2.5 كاس. هنا أضفت جزء من الموية وأعجن. هنا شوفوا كيف سمك العجينة. خلاص كذا خلاص خليها تختمر. وهنا أضيفها حميت الزيت، وهنا أضفتها للزيت. هنا طبعا أنا ألقم بيدي، ما أعرف لا بملعقة ولا بأي حاجة ثانية، تعودنا كذا من يومنا صغار نلقم ونحط. وهذه الشكل النهائي. هنا ضفت عليها الشيرة وجوز الهند. هذا النهاية فطورنا الحمد لله. طبعا احنا طبق السلطة ضروري على الفطور، طبعا الشوربة، السمبوسة، القيمات، فطائر التورتيلا. والحمد لله على النعمة، وعلينا وعليكم إن شاء الله بألف عافية، ويتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.